طيب خلينا استاذنك يا محمد، ممكن تفتح السلايدز الجميله اللي انت بداتها ديت وجهزتها، ونبدا بقى فيها ندردش، بحيث ان احنا نسال اسئله، جزء منها كاني واحد مثلا بتكلم بلسان واحد صاحب بيزنس، وجزء منها ممكن بلسان شخص بري سيلز عانى، وجزء منها بلسان واحد سيلز برضو تاني. فهمت قصدي ازاي؟ مجهزين زي ما بالظبط. اتفقنا كده ديالوج، وبعد كده في الاخر الناس مشكوره هتشاركنا باسئله عامه، سواء بقى اللي عاوز يسال في اي حاجه بقى، في مجال بيزنس، في مجال بري سيلز، مجال سيلز، اي حاجه خاصه باللايت كرنت. الموضوع هيبقى التوك معاكم يعني، مفيش اي اشكاليه خالص. فاتفضل يا باشا. بصوا يا جماعه، في البدايه كده هي السيشن او الكورس وكده انا عامله بصراحه. الارينجمنت بتاعه متلخفن شويه، وانا قاصد كده. يعني هتلاقيني داخل في حته في السيلز شويه، وراجع حته لورا، وداخل حته قدام. وفي نهايه المحصله بنتكلم في حاجه في الاخر تقول مين ده، يعني عامل زي ايه، عارفين انتوا نظريه القمع؟ واسع من فوق ضيق من تحت، فانا عامل بحر طحينه كده فوق، وفي الاخر نازل بحاجاتها. وبرضه قلنا مش هنقول في كل حاجه موجوده يعني. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ اول حاجه حبيت اتكلم فيها الحاجات المشهوره جدا عن السيلز اللي موجود. انا مش عارف الشاشه عندكم واضحه ولا في لاج؟ اه كده، يعني نفس الدنيا تمام. لو بقيت الناس حد عنده مشكله يقول لنا، يبعت لنا، بس اللي عنده مشكله بس يقول. طيب كده الدنيا تمام يا باشمهندس عاطف. هو طبيعي عشان بس فرق الله يخليك يا إسراء. تشجيعه الله جامده دي بقى يعني، بص طلع انا من بقك بقى في البرزنتيشن يا باشا. اي سؤال هيتجاوب يا مصر. ان شاء الله رب العالمين. طيب هو بس الحاجات المشهوره اللي الناس تعرفها، وبعد كده هنخش على الحاجات اللي مش مشهوره اللي الناس ما تعرفهاش. الحاجات اللي مشهوره في السيلز، على راجل السيلز ده اللي الناس تعرفها، بنتكلم ان هو بيليد جنريشن، اللي هو يعني بيعمل اوبورتيونيتي جديده يعني، وبيعمل داتا كوليكشن. وده موضوع فارق جدا طبعا، عشان لما حد يجي يسالني الفرق بين الداتا كوليكشن في السعوديه والداتا كوليكشن في مصر، هما مختلفين تماما تماما. مصري بنتكلم مصري، في ما داتا. تحرقش اتفضل. اسئلتي، ما تحرقش الاسئله خ... يا مصري لو سمحت. انا اسف، انا اسف، انا مش عارف. عشان يبقى السؤال ليه طيب. فاليو، والاجابه ساعتها برضو ايه، اه. لو تكفر ما يعني. احنا هننوه كده، احنا خليني اعمل لك عليها ايه هاشتاج كده عشان تظهر قدام الناس، وبعد كده مش هقولها. ماشي يا سيدي. تمام. برضو السيلز لازم يكون عنده بيلد ريليشن شيب، اللي هو اللونج تيرم ريليشن شيبس مع العملاء بتاعته. دي كلها حاجات مشهوره. وعلى فكره في حاجات كتيره، في حاجه ما بتتقالش كتير للسيلز، ان هو لازم اصلا يكون سيلز سيل وذ جود يعني بروفيتس وكده. ان على فكره السيلز كويس والشاطر والطبيعي اصلا ان هو يبيع ببروفيت كويسه، مش مجرد ان هو بيبيع 1% و2% و3%. طبعا الفولو اب بالنسبه للكلاينتس وكده. وطبعا دي عليها خلافات كتيره جدا، برضو بيبقى عليها دايما علامات استفهام في فرق بين الفولو اب والضغط على العملاء والكلام ده ممكن اتطرق له في الاخر. وطبعا الكوليكشن اوف ذا ماني دي اكتر حاجه بتضايق السيلز. طبعا في شركات كتيره جدا بيبقى فيها حته الكوليكشن، تيم كوليكشن، بينزل يحصل لك الشيكات ويكلم العملاء بتوعك علشان يجيب الحاجه بتاعته. لكن هي الحته المهمه جدا، انك انت بتبقى برضو بتكولكت انت مع اللي بيتعامل معاك، والناس بتوع الكوليكشن بيتعاملوا مع بتوع الماليه هناك يعني. خلي دايما ليك يد في الكوليكشن، ولازم تعتبر ان هي دور اساسي من ادوارك. لان السيلز الشاطر هو اللي زي ما بيعرف يبيع، هو اللي بيعرف بالبلدي كده يلم الفلوس اللي ليه بره المجال. ندخل احنا بنتكلم بقى سريعا يعني السيلز عموما، او هو تقريبا انا شايف ان في لاج في الشاشه، فانا هستنى شويه لحد اما تظبط، او لو في حد مظبوط يقول لي تمام. طبعا احنا ما بنخترعش. تمام انا تمام. عن نفسي ما بخترعش كلام من عندي، فكل الحاجات دي يا اما اتعلمتها يا اما عشتها يا اما شفتها. وفي حاجات اعلى ليفلز مني، وفي الناس اللي موجوده في الجروب انا عمري ما اوصلها، طبعا اتمنى ان انا اوصل لها. بنتكلم هنا بقى ان السيلز ده عموما بيكون نوع من الاثنين.
تمام. في النوعين من السيلز المتعارف بيهم دوليا، ودي اصلا نظريه معروفه يعني ومشهوره، ان هو يا اما بيبقى هانتر يا اما بيبقى فارمر. تمام. الفرق بينهم ايه، او ايه الحدوته بتاعت الفارمر والهانتر؟ الهانتر ده شخص مثلا شاطر جدا في ان هو يعرف يكاتش الديل من هنا، وبعد كده يسيب الاكونت ده ويروح يكاتش ديل تاني، وبعد كده يسيب الاكونت ده ويروح يكاتش ديل. المهم ان الهانتر ده بيفضل يعمل بوش كده او باراشوت على ديل ثم ديل ثم ديل ثم ديل. فطبعا من كلامي في البدايه ده، زي ما انا سمعته في اول مره سمعته، قلت طب حلو جدا ده، طب ما ده جميل. طب تعالى بقى بص على الفارمر ده بيعمل ايه. الفارمر طبعا يا نجيم طبعا، الفارمر بيعمل ايه؟ بيفضل هو زي الفارمر ده يعني فلاح. الفلاح ده بيعمل ايه؟ بيرمي بذوره والثمار بتاعته، بذور الثمار بتاعته، وبعد كده بيفضل يسقي فيها، وبعد كده بيفضل يكبر فيها ويحط فيها أسمدة لحد ما تكبر، بعد كده بيحصد. انما الهانتر ده عامل بالظبط زي حد ملوش ارض بيزرع فيها، فكل شويه بيعدي ياخد كل زرع من كل زرع حته من الناس كده، لكن ما عندوش الارض، ما عندوش المساحه. طيب الفرق هنا ايه؟ لو جينا نبص هنلاقي الفرق هنا، انا بس كتبت فروقات بسيطه جدا، لكن احنا هنقول فروقات كبيره جدا. ان ان الهانتر الهانتر ما بيبقاش له لويالتي يعني للعميل، لا هو له لويالتي لنفسه والبيعه بتاعته، يخلص مصلحته ويجري. ما بيعرفش يوصل مع العميل لحته ان احنا مع بعض في مركب واحده، ودي طبعا بتبقى للاسف كارثه كبيره جدا. الهانتر كمان بيفقد كتير جدا 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 ال من الكونكشن جوه الاكونت حتى الواحد. انما على العكس، الفارمر بتلاقي مثلا هو معاه في الاكونت الواحد، ودي من شطاره السيلز على فكره جدا. السيلز الشاطر هو اللي يعرف يبقى داخل الاكونت ده مثلا بكونتاكت واحده، اخر الكوارتر تلاقي معاك كونتاكت واثنين وثلاثه واربعه، عارف الاستاذ فلان والمهندس فلان والمهندسه فلان وبتاع مش عارف ايه، عارف المشتريات، وعارف المهندسين الاي تي، وعارف الناس الديسيشن ميكر، وعارف مين اللي مش عارف ايه ده كله. طيب ده عند الفارمر. الهانتر نفسه اصلا لو جيت تساله على الاكونت الفلاني يقول لك اه كنت بعت له من السنه اللي فاتت والله نسيته. طب معاك مثلا كونتاكت فيه، سهل جدا ان هو يضيع منه اصلا الكونتاكت. وبالتالي الكونكشن اللي هو بيجري عليها وبيحاول ان هو يثبتها معاه، للاسف بتضيع منه. ليه؟ لان خلاص العميل شافك ان انت اشتريت مني مره بالسلامه. وطبعا في عملاء كتير جدا 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 بيبقوا بيجربوك في حاجه صغيره، وبعد كده يجربوك في الحاجه اللي اكبر منها وتلاقي الدنيا تمام. فهم بيكتشفوا من النوع ده ان هو مش امين معاهم ومش ثابت معاهم، فبالتالي بيكنسلوه ما بيشتغلوش معاه تاني حتى لو رجع له. طب معلش يا مصر، خلينا الفرق. هنا نسأل اتفضل. سؤال في ديت، لان دي سلايد مهمة جدا يعني. اتفضل. دلوقتي انا كشركة، الدايركشن اللي انت بتقوله دوت معناه ان انا كشركة اختار الفارمر. طبعا. فهل انا هل انا كشركة لازم، ايا كان انا بقالي كام سنة في الماركت، ايا كان انا البيزنس موديل بتاعي ايه، اروح برضو للفارمر وامتى اروح للهانتر؟ بص هقول لحضرتك على حاجه. خليني بس اتكلم عن الفارمر. هو طبيعي ان الشركه اللي عندها فيجن، لان الموضوع الهانتر والفارمر ده بيبقى شخص عنده ميشن وفيجن، وفي شخص ماشي كده يعني مش هنقول بنور الله، لان ده نور الله هو الميشن طب والفيجن، فماشي كده بمزاجه. مشكله الشخص الهانتر زي ما هو اصلا هانتر في الاكونتات، هو بيبقى هانتر في الشركات. يعني انت هتجيبه هيروح يجيب لك بيعه من هنا النهارده، مش هترجع لك منه تاني بيعه، ممكن ترجع لك منه مشكله فيقف من الاكونت ويروح لاكونتات. الفارمر مستحيل. الفارمر هو اللي باني الاكونت بايديه. فالفارمر ده حلاوته ان هو بيعمل ايه؟ حته جدا بتحب مثلا حد زي حضرتك البري سيلز مثلا، تحب الاول ان حضرتك تاخد انت تبني معاه السولوشن وتحط معاه البي او ام، ولا تاخدها في الاخر ار في كيو وتندر مفتوحه للناس كلها؟ تحب ان انت اللي تحط التندر مع الشركه، ولا تحب ان انت تاخدها في الاخر؟ هو هنا حد هيقول لك ان بري سيلز هي دي ماست بالنسبة له، يعني شفت. بمعنى
دي البري سيلز لازم دي تبقى اصلا تتعمل، بس السيلز مدارس. فهيجي هنا شخص فهو تاني ده بقى يقول لك المدرسة، ده المدرسة اه. اللي بنتكلم فيها، ان ده الفارمر ده هو دايما اللي بيوصلك لانك انت تاخد البيعة من قبل اصلا ما تطرح في السوق. ليه؟ لان هو عنده كونكشن قوية جدا جدا، وعارف كل حاجة في السيلز بتاعه. وفي اخر السلايد اللي قبل الاخيرة كمان هنبقى عارفين الراجل ده بيشتغل ازاي. يعني هنبقى قايلين كده الراجل ده المينتاليتي بتاعته بتشتغل ازاي عشان يبقى هو اصلا عامل كده، عارف انت باراشوت كده على على الاكونت ده، ومقفله معاه هو بس. فهيجي واحد النهارده هو راجل اصلا راجل ديستريبيتور مثلا، راجل ستوكر لبراند مثلا ليتس سي ديل. اوكي. تمام. موديل الفارمر ده هيقول لك يا باشا انا مش عاوز كده، انا بتكلم بلسان حال واحد عنده بيزنس او واحد بيفكر ينفست دلوقتي. معاه مهم. فلوس، معاه بضاعته، وهو اوريدي شغال بقاله فترة. فانا عاوز سيلز يقدر يكلوز بشكل حلو، يحرك لي البضاعة. انا مش لسه هستنى حد يبيلد ريليشن شيب، وخصوصا لما انا بكون واحد جاي بفلوس ومعايا بضاعة، فانا بشكل كبير جدا 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 انا بره الصناعة. لان اللي جوه الصناعة لما بيجي يبدأ مش بيبقى معاه كل الادوات. يعني لما بيجي يبدأ خليني الشركة او اسال بيجي يبدأ حضرتك سؤال يا البيزنس. باشمهندس هيثم. لما بتيجي تكون تيم بتدور على عنصر الخبره اللي هيدفعك فلوس كتير شويه بس هيجيب بسرعه، ولا بتدور على عنصر تنفست فيه وتقلل التكلفه وبعد كده تروح؟ على لا فكره بص، هي دي نفس الفكره بالظبط. بس لان اللي بيبقى جاي لك هو فارمر ده، انا ما بقولكش هو بدايته النهارده. لا، ده انا جاي لك بقول لك حد معاه اصلا اكونتات شغاله معاه، بس تلاقي مثلا اكونتات شغاله معاه بقى لها مثلا 5 6 سنين، اكونتات شغاله معاه مثلا بقى لها قد كده. فده لما حضرتك هتجيبه هو اكتر واحد هيحرك لك البضاعه. الهانتر مشكلته في ايه؟ لسه هيدور. والهانتر كمان زي ما بتجيله البيعه بيبيعها. الفارمر حلاوته، وده مش عشان بس ما احرقش السلايدز اللي جايه، وده حلاوته ان هو في واحد فرق بين ان بياع بيعرف يطلع هو الاوبورتيونيتي، ده الفارمر. وفي فرق بين البياع اللي زي ما بتجيله الاوبورتيونيتي بيشتغل عليه. يعني مثلا لو هنتكلم، طبعا الناس هنا كلها مثلا فاهمه في النتورك وعارفه النتورك بس. يعني مثلا لما هيجي لي واحد يقول لي انا عايز راك، هنا في السعوديه بيقولوا عليه كابينه. لا، انا عايز كابينه مثلا كام يو والكلام ده كله. لو مم. واحد هانتر هيقول له عينيا حاضر، عايز البراند ايه ده؟ لو سأل انا عايز البراند مثلا برو راك، فيروح يجيبها لي، شكرا، وباع البيع عليك. بس الفارمر حلاوته ان هو فاهم كويس قوي شغلانته وفاهم عميله. فهيقول له طيب الراك ده هتملاه ايه؟ هيطلع لك منه يو بي اس، وهيطلع لك سيرفر، هيطلع لك سويتشات، هيطلع لك كيبل مانجمنت، باتش بانل، شيلفز، فانات، ومش عارف ايه. وبعد كده يطلع بقى على السوليوشن اللي بره. ايوه، طب انت دي داتا سنتر دي رينيوال ولا لا؟ فتلاقيه دايما بيفضل بقى يفتح مع العميل، وهو اصلا جاي لك بقاعده عملاء. يا ريت تلاقي اصلا حد فارمر معاه موجود اصلا، ان شركه تقدر تفرط فيه لحضرتك. ليه؟ لأن قاعدة العملاء اللي معاه منين ما بيتحرك من شركة لشركة، هم معاه، هم مؤمنين بالشخص ده. علشان كده أصلا الفارمر بيتمسك بيتمسك ب... بالشركة بتاعته زي العميل بتاعه، لو هي خدمته وعملت له السبورت اللي هو محتاجه. فهمت قصدي؟ ده انا الفارق يعني. انا اتفضل. مش برضو مش بنتكلم مين افضل. انا بتكلم قصدي ايه، ان في اوقات الشركات ودي بتحصل جدا. لان هو الطبيعي لما تيجي تقول لاي حد وتشرح لاي حد تقول له ده بص ده واحد هيخطف ويجري، والتاني دوت لا ده هو هيزرع ويحصد، فيقول لك الله دوت اللي بيزرع ده حلو قوي. بس لا، في اختلافات على فكره ممكن تخليك في بعض الاوقات تختار الهانتر. بمعنى انت اه، تاني الشركه ما ينفعش كلها تبقى فارمر، يعني ما ينفعش كلها فارمرز كده ناس عاملين بيزرعوا، ما ينفعش خالص خالص. ده لان انا بقول طبيعي. لك انا باحتكاكي، ودي حاجه عن تجربه شخصيه، اقوى ومن اذكى البياعين اللي قابلتهم الهانتر. تصدق بقى ازاي؟ خلي بالك هو سيكولوجيا بيبقى السيكولوجيه بتاعته مختلفه تماما عن الفارمر. ليه؟ الهانتر طماع، بيحب الفلوس قوي.
قوي قوي قوي. طبعا هانتر احنا طبعا فيهم نماذج يعني غير جيده، يعني ان هو مثلا يبقى ايه بيخطف ويجري وبتاع، وزي ما انت قلت بالظبط انا متفق معاك. بس انا بقول لك لان في منهم نموذج حلو لازم يتشاور عليه، اللي هو ايه؟ شخص طماع بيحب الفلوس قوي، فبيعرف زي ما انت قلت من شويه ان هو يجيب الديل ببروفيت عالي. فده بيعمل ايه؟ بيقدر فعلا يكون مرقد طول السنه على اكونت او اكونتين او ثلاثه، ويجيب منهم احلى ارقام، ويجيب منهم هاي بروفيت. وفي الوقت دوت كمان هو بيحافظ على الريليشن بينهم وبين بعض. ليه؟ لان هو طماع. دايما الطماع طول ما هو شايف انه هيستفاد من اللي قدامه او هيستفاد مني او منك، هيفضل دايما محافظ على العلاقه حتى لو دي مش طبيعته. ففي حته في الهانتر ايجابيه، مش كلها سلبيات. مش كلها سلبيات. والفارمر مش كل حاجته ايجابيه بصراحه، في بعض الديفوهات عند الفارمر، وممكن ما يصلحش الشركات في اوقات معينه. يعني انت زي ما قلت لك تاني، شركه اوريدي هي ويل استابليشد وبقى لها فتره كبيره واوريدي عندها اسم ودنيتها تمام، لما هتيجي بوزيشن او لما تيجي سوري تيجي تهاير حد، مش شرط تهاير فارمر الا لو في اعتبارات معينه. هي ممكن مزنوقين في حاجه دلوقتي، عارفين ان اكس ده كويس وطماع، احنا هنجيبه، وعارفين ان هو متعب، يعني هو ككوميونيكيشن متعب وبيحب يشتغل لوحده، بس عنده ميزه خطيره، بيعرف يجيب اوردرات بجد حلوه ببروفيت بجد حلو. فالشاهد ان الهانتر اوقات كبزنس وايز لما تيجي تبص له هتلاقي ان هو مفيد. انا مختلف مع فكره ان الفارمر كويس جدا، مش دايما على فكره. مش دايما، بالعكس ده ممكن يبقى عبء على الشركه. ان انت قلما لما تلاقي حد يجي ويبقى لويال للعميل وبالكونسبت اللي انت بتقوله دوت، قلما لما تلاقي كده. انت هتلاقي الناس بعقليه اللي هو الهانتر او اللي هو طماع وباداء الفارمر، فمش هتظبط. الفارمر ده محتاج سيكولوجيه معينه، محتاج واحد يبقى سيكولوجيته هاديه صبور. انت مثلا ما شاء الله بتمتاز بان انت حديثك طيب، لسانك جميل. ما هو مش كل السلزجيه كده، وبالذات في السوليوشن مش كله كده. انا يعني الواحد ياما بيقابل. وده تعقيبي على حته ان الهانتر مش دايما سيء. في بعض الحالات في الهانتر لو احسن استغلالها هتبقى هايله. هو اوريدي الهانتر والفارمر هم اوريدي هم نوعين من انواع السيلز اللي موجودين في السوق. يعني حتى هو اصلا معترف بيه، يعني هو معترف بيه، ما بيقولش ان هو وحش. يعني انا ما قلتش ان هو الاوحش، بس احنا بنقول على ان السيلز من خصائص السيلز مثلا هو بيحافظ على اللونج تيرم، ويبقى فيها شاطر شويه عنه الفارمر. لكن طبعا دي اختلافات في الاشخاص نفسهم، واختلافات في انواع الشركات اصلا اللي بتقدم وبتبقى عايزه ده او ده. يعني في شركات زي ما حضرتك بتقول بتميل للفارمر، في شركات بتميل للهانتر. هما الاثنين الشركات بتميل ليهم، وهما الاثنين هما الاثنين بيبقوا في شركه واحده. وفي شخص بيتحول من هانتر لفارم. يعني الشخص الهانتر ده لو فضل يخبط على كام شركه كده، وفي الاخر لبس معاهم وقاعد بقى معاهم وكام ده، هو كده اتحول من هانتر لفارم. واخد انا بالك؟ مختلف معاك في دي. آه هيبقى صعب جدا، صعب جدا على عقليته ان هو يتحول لفارمر، صدقني. انا اصل انا بص، القصد اللي انا عقلياتهم عايز بتبقى صعبه اقوله جدا، لك، عقلياتهم بتبقى صعبه اللي انا جدا عايز يا اقوله لك ايه مصر. مثلا، اللي انا عايز اقوله لك ايه مثلا، زي ما حضرتك ذكرت من شويه كده، لو الواحد في هانتر ولقى ان هو بيكسب من اكونت كتير جدا جدا جدا، مم. هيفضل هو حاطه في دماغه. بس مم. في مقابل ان هو هيوقع ايه، ممكن يوقع خمس ست اكونتات تاني. لكن ده اسلوب وده مم. اسلوب. احنا بنتكلم ان السيلز نفسه عباره عن مدرستين، في مدرسه كده وفي مدرسه كده. انا ممكن اكون هانتر وانا مش واخد بالي على فكره، في بعض الاكونتات فممكن صح. اكون صح. ممكن اكون فارمر وانا مش واخد بالي. فاحنا بنوضح للناس السيلز ده عامل ازاي، عشان كل واحد يبقى فاهم هو عايز ايه. يعني في واحد اصلا يقول لك لا، انا هانتر واكتشفت ان انا هانتر ومبسوط بكده وتمام فل، هيبيع كده كده. وكذلك الناحية التانية واحد يقول لك انا راجل فارمر وبعرف ابيلد ريليشن قوية لاماكن بعيدة، وهيطلعوا معايا بعد 6 شهور، بس مش هخسرهم تاني، ابدا مش هيخسروني. في ناس كده جو ومبسوط بكده جو. الشركات بقى ومنتاليتي الشركات دي انا ما يعني دي انا ماليش فيها. طب ليه؟ انا هقول لان لك على دي الشركات حاجه، كلها مختلفة. اتفضل. انا هقول لك على حاجه بدون قطع كلامك بس بتكمل الفكره. انا كنت اعرف حد، كنا في شركه مع بعض من حوالي 12 13 سنه تمام، وكانت عائلته فارمر يا مصري. مهم. وجالي في مره هو كان جاي عليا في الشركه،
انا ما كنتش مديره ولا حاجه، بس يعني اقدم منه شويه. المهم فبيقول لي هيثم، الناس ايه في الشركه بيفكروا ان هم يمشوني نتيجه ان انا بقالي 6 شهور، خلي بالك بقى من الرقم، 6 شهور او 7 شهور ما بعتش. تمام. فقلت له لا والله يا اكس، انا شايف ان انت بتزرع وبتشتغل وبتعمل شغل دلوقتي كويس جدا، وبس ما فيش نتيجه. صاحبنا ده، شوف هو كان بيأدي اداء فارمر، تحول حاليا لهانتر. انا بقول ايه، ان ما ينفعش السيلز ولا يبقى فارمر صرف ولا يبقى هانتر صرف بصراحه. طب يعني ممكن اسال السيلز حضرتك سؤال؟ الشاطر. اتفضل. طيب، لو احنا اتكلمنا ان هو قعد 6 شهور في الشركه ما باعش، تمام كده؟ تمام كده؟ اتفضل. طيب، مين قال لحضرتك انه هنا فارمر؟ لو هو فارمر بجد، لو هو فارمر بجد وخارج من شركه وجاي على شركه تانيه، خارج من شركه وجاي على شركه تانيه، لا، يبقى بتتكلم ان هو اصلا كان معاه اكونتات قبل كده وشغال، يبقى ده ما كانش فارمر. واخد بال حضرتك؟ هو كان الفكره كلها ان هو مش قادر يتعامل مع الشركه فساكت. النظريه اللي انا بسميها، اللي انا مخترعها يعني كده مع حالي وانا قاعد كده بعد 12 بالليل، اللي هي شخصيه السيلز عامه مع المديرين او مع الشركه او مع نظام الشركه بتتحول لحاجه من الاثنين: يا اما ارنوب يا اما سحلوف، سحلفه يعني، يا اما ارنب. في شركه بتخليك ارنب، بتجري بقى وتفرك وتعمل كل حاجه، سواء انت فارمر ولا هانتر. الاثنين على فكره بيفركوا وبيجروا كويس جدا، تمام، وبيشتركوا في الشخصيه دي. هنا الارنب ده بيفضل يفرك هنا وهنا 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 وبيعمل كل حاجه. ساعات بقى الاداره بتكسل الشخص وما بتديلوش السبورت اللي هو محتاجه وما بتقدرش تعيشه في الانفايرمنت كويسه، فبالتالي بيتحول لسلحفاه. السلحفاه ده بيعمل ايه؟ زي بالظبط الموظف بتاع الحكومه. يعني نظريا انا اشتغلت مع موظفين حكومه واشتغلت في الحكومه 5 سنين تقريبا. فالفكره كلها ان انا كنت عارف ناس في الحكومه بيجوا الصبح بدري كويس جدا، وبيمشوا الساعه 2 بالظبط، بيمضوا، ما بيخلعوش ما بيزوغوش زي حالاتنا احنا الشباب كنا بنزوغ. بيشتغلوا كويس جدا، بس هو بيعمل ايه؟ اعمل كذا حاضر، اعمل كذا حاضر. لو هو عنده فكره ابداعيه مش هطلعها. انا مع زي ما انا عايز وماشي ببطء جدا. فدي قد تكون هي هذه المسألة، تمام. ولكن برضه هرجع واقول لك دول نوعين من السيلز موجودين في السوق ومطلوبين وعليهم تنافس جدا ما بين الشركات. جدا. وعلشان كده احنا لا نقلل من كذا، ولكن في حاجات بيبقى فيها عيوب ومميزات، وده برضه عنده عيوب ومميزات. يعني الفارمر مش دايما بيبقى مطلوب، والفارمر مش دايما بيبقى هو التوب. بس احنا بنتكلم ايه للناس اللي عندها فيجن لقدام. هو عندك الشاهد من فيجن الكلام ايه لقدام. يا مصري، اللي احنا برضو اتفضل. لان في ناس معانا شباب صغير لسه سيلز بقاله شهور بسيطه يعني، ان انت مهم تبقى تاخد الميكس من هنا والميكس من هنا. بمعنى ان انت النهارده، قلما لما تلاقي شركه لما هتيجي تصبر عليك. ليه برضو بالمناسبه ليه الشركه ما بتصبرش؟ انا هقول لك ليه الشركه ما بتصبرش. لو البيزنس اونر مش من الاندستري بتاعت البي تو بي وبتاعت ان هو يبيع سوليوشن، مش هيصبر. لو رقم اتنين، مستحيل. لو هو حد عنده ستوكات او عنده بضاعه معينه وعاوزها يبوش البضاعه ديت ويحركها، مش هيصبر. يبقى اذا انا في مستحيل الوقت طبعا. دوت انا في الوقت دوت لو انا الاثنين الاولين مش هجيب فارمر. انا مش هقدر استنى 6 شهور. ليه؟ انا لان هجيب انا سايس كل كوميونيكي. عربيات يقدر يطلع لي البضاعه بتاعتي. لا 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 بالعكس، لا 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 لو بالعكس. سايس هقول لو لك لا. سايس عربيات. اصل انا عندي اصدقائي هم اصحاب شركات في البي تو سي مثلا. تمام. فلما باجي مهم. حتى دردش معاهم في جزئيه السيلز وكده، فهو عنده نظريه السيلز اللي يقعد شهرين 3 ما يبيعش، مشيه على طول يا هيثم. يعني مشيه، انت كده بتهزر كده بتضيع وقت. وهقول لك النظريه الثانيه، النظريه الثانيه في المجال العقارات مثلا، هو انت النهارده بياع ما باعش من اول او تاني مقابله مشيه. في حين ان انا دايما بقول لكل سيلز يبقى موجود معايا وانا دايما بطبقها، ان انت صعب جدا تيجي تبيع لعميل، بالذات في الاندستري بتاعتنا لما يكون بيبيع له سوليوشن وممكن يكون برقم ماشي حاله، مش اقل من 4 ل6 7 مرات عقبال ما اكون قابلته، دخلت طبعا. الاكونت قريته اتعلمت منه ذاكرته، عرفت اصلا مين الستيك هولدرز اصلا جوه. فهمت قصدي ازاي؟ مهم. فدي في الوقت دوت انا كده فارمر. اوكي. طب انا بقى لقيت، بص انا لقيت مين اللي معاه المصلحه، انا هبقى هانتر. فلازم السيلز يبقى الاثنين. انت فهمت قصدي؟ ما ممكن هو ما بدرجات هو بقى. مش
ما هو الفارمر يا باشمهندس مش هنتكلم عن الفارمر ده في الاخر. الفارمر ده مش اللي هو بيستنى، لا الفارمر مش معنى المزارع ده ان هو بيقعد وبطيء وبتاع مش عارف. لا، الفكره كلها ان الفارمر، مثلا انا لو كلمت عميلي النهارده وتابعت معاه ورحت وانا معايا النهارده لسه راجل جديد في الشغل في الشركه هنا ومعايا 10 اكونتات، لو انا النهارده فضلت اتابع مع 10 اكونتات بالتوازي وبروح لهم على طول على طول على طول، حتى لو ما بعديش بروح له بقى، انا كده فارمر. والفارمر برضو شاطر جدا جدا، وهو يعني البيعه مش بس هانت، البيعه فتحه اوبورتيونيتي، واخد بال حضرتك؟ وما بيعرفش البيعه كويس جدا اللي جوه الاكونت غير اللي عنده معلومات عن الاكونت. وده هتلاقيها في السلايد اللي قبل الاخيره، ازاي انت بتحصل على الحاجات دي. يعني هتشوف برضو المؤخر. بس ده مش معنى ان هو فارمر ان هو قاعد في المكتب ما بيعملش اي حاجه، ما يعملش لا وقاعد لا لا كده في ميه بالعكس، لا البطيخ. لا لا لا, لا طبعا بالعكس، انا بقول لك ان هو اه بيبقى يعني. شخص اللي هو الناس بتطلق عليه مجتهد. فانا بقول لك ان انت من الخبرات الطبيعي، عشان كده بقول لك لازم السيلز ده حاجه ماست. زي ما قلت لي انت من شويه، هو بري سيلز ينفع يشتغل من غير ما هو يكريت السوليوشن اصلا من الاول ويبقى راجل بروفيشنال؟ بقول لك لا. فهنا لازم السيلز يبقى فيه نسبه كبيره عن فارمر وفي جزء منها هانتر. لان لو انت شغال جوه الاكونت فانت مهم. اتعرفت فعرفت مثلا ان الراجل بتاع البرشيزنج مش هيجي معاك سكه، مش هو ده اللي هيجي معاك سكه. خلاص هو الراجل ليه كوميونتي وليه اصحابه. فانت خلاص طب. بتالاين على طول مثلا باداره المشاريع، خلاص انت لازم بتالاين معاه، بتعرف منهم خلاص يا جماعه انا كنت ناوي ابيع لكم والله مثلا جزئيه البي سيز وجزئيه الايه داتا سويتشز، انا عرفت ان هي مقفوله، ايه السكه اللي ممكن ابيعها تاني؟ مم. فهمت قصدي؟ هو ده اللي بتكلم فيه، ان انت واحده واحده لازم تبقى قدام عينيك ان انت تبقى كسيلز تاخد الحلو في الفارمر، وان هو ازاي يبيلد ريليشن مع طبعا. العميل وازاي، والهانتر ان هو فعلا يشم ان هنا في مصلحة ويراح عليها طب بس. تعالى اوريك بقى